يا مساء الخير على متابعيني الحلوين، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تبقوا بألف خير. جاية النهاردة بقى فيديو جديد كده وبيعمل عقد على فكرة ومشكلة للناس كتير جدا. البانيه بقى والبفتيك والطبقة الخارجية بتفك والكلام ده والحركات دي. بس معانا مش هيبقى موجود. شايفين بقى؟ بصوا، يعني مفيش قشرة، مفيش حاجة اسمها هتفك معانا خالص. سواء اذا كان بانيه او بفتيك مفيش الكلام ده خالص مع الحركات، يعني مع التكه اللي هنقولها. انسي بقى خالص قصه ان القشره تفك منك تاني بقى ويبقى عامله زي البانيه، زي ما يكون محطوط في جيب. اهو بصوا، تحفه ولازقين في بعض، مفيش فرق بين البانيه وبين القشره يعني. بجد جميل جدا. بس قبل ما نقول بقى التكات والحركات والكلام ده، ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما اشتركتوش. اللايك يا جماعه، اللايك اللي بيرفع الفيديو، ما تنسوش اللايك. تمام؟ طيب. بالنسبة للبانيه هنا، طبعا انا بجيبه بغسله الاول كده، بشطفه تحت الحنفية كويس جدا. تمام. وبعدين بجيب مية بقى، بحط فيها شوية ملح وشوية سكر وشوية جنزبيل وعصير ليمونتين، وبنقع البانيه فيه لمدة مثلا نص ساعة ساعة. تمام. الخلطة دي عايزة اقولك بتسحب اي زفارة موجودة في البانيه وبتغسله كويس جدا. طبعا انا بعد ما بشطفه كويس قوي قوي تحت الحنفية، تمام، طبعا لازم يتشطف، بروح جايبه بقى المحلول ده وبنقع فيه بقى، سواء بانيه سواء وراك سواء فراخ. الخلطه دي او المحلول بتاع النقع ده حلو قوي. عايزه اقولك مش هتشمي اي ريحه زفاره في الفراخ او في البانيه بعد كده اطلاقا، او الوراك او اي حاجه من الطيور عموما. ممكن يبقى بط، ممكن يبقى حمام، مفيش اي مشكله. هحط حبة ملح حلوين كده، معلقة كبيرة مثلا طبعا. والكمية بتاعة الملح بتزيد كل ما الكمية الحاجة اللي انتي هتنقعيها بتزيد. زيها معلقة كده كبيرة سكر كده مليانة، ما تقلقيش مش هيسكر ولا اي حاجة. معلقة كبيرة جنزبيل وعصير ليمونتين. طبعا ده انا المحلول ده انا نقع فيه كيلو بانيه. طبعا لو انتي هتزودي اكتر، بتزودي طبعا كمية المية وكمية الملح وكمية الجنزبيل وكمية السكر وكميه عصير الليمون. عايزه اقولك لو انتي ما عندكيش الليمون الفريش ده، فيه بتبقى ازايز الليمون المعصور الجاهز اللي بيتباع في السوبر ماركت، برضو بيسهل عليكي كتير وبتبقى الدنيا لطيفه جدا. هدوب المحلول ده كده كله في بعضه. تمام. وهسيب فيه الحاجه اللي هنقعها بقى، بانيه فراخ وراك حمام بط اي حاجه من الطيور. هسيبها فيه مثلا اقل حاجه نص ساعه. تمام. عايزه اقولك هتشد اي زفاره وهتشد اي دموم او هتشد اي حاجه. بصوا، هتخلوا لون الحاجه بعد كده لونها نظيف. ممكن على فكره تحطي معاه معلقه دقيق ذره او دقيق ابيض عادي براحتك. عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه خلاص. زي ما قلنا اتفقنا هنسيب الموضوع ده نص ساعه. انا مش هشطف البانيه تاني بعد كده، ما تقلقوش. لا هياخد سكر ولا هياخد ملح، مفيش اي حاجه. هو مجرد بس ان هو يشيل الزفاره وهتسحب الزفاره من الحاجه اللي انت هتنقعيها. تمام. هبتدي بقى اسحب البانيه او البراك. بالنسبه للبانيه خلينا نكمل على البانيه. هسحبه وهسيبه يتصفى. انا هنا بشرت بصله، تبشريها بقى تفرميها في الكبه ناعم زي ما انت عايزه. حط عليها معلقه فلفل اسود كده كبيره. حط عليها شوية كزبرة ناشفة. حط عليها شوية زعتر، ودول شوية بابريكا على شطة. بابريكا على شطة دي الخلطة، بابريكا على شطة على حبة توم باودر بس. يبقى انا حطيت معلقة فلفل اسود، حطيت معلقة يعني معلقة بابريكا وشطة، وعليهم سنة صغيرة توم باودر. احط نص معلقة صغيرة كده كزبرة ناشفة. احط حبة زعتر. هعصر كده ليمون، هعصر بتاع ليمونتين تلاتة كده زي ما انتي عايزة. عايزة اقولك ان جربي الخلطة دي تحفة جدا. الليمون كتري الليمون. عايزة اقولك ان طعم الليمون بيدي مزازة للبانيه، بيبقى طعمه حلو قوي. في البانيه تحديدا كتري ليمون، ما تقلقيش هيبقى طعمه فيه سنة مزازة حلو قوي. مفيهوش اي حاجة. مش هحط زيت، مش هحط اي حاجة تاني، هي بس البصل والخلطة اللي احنا قلنا عليها. وهبتدي بقى افركهم كده كلهم كده كويس مع بعض. وهبتدي اتبل بقى البانيه كده. انا عايزة كل قطعة بانيه تطول من البصل اللي انا حاطاه. طبعا هتحطي ملح. تمام. انا هنا عشان مش هستعمل البانيه على طول، فانا مش هحط ملح هنا على طول. انا هنا مش هستعمل البانيه على طول، انا هنقعه وهسيبه ليلة، يعني ده كمان بالليل. فعشان كده انا مش هحط فيه ملح. لكن لو انت هتستخدميه على طول حطي ملح، مفيش مشكلة. تمام.
برضو انا ممكن اكسر عليه البيض، انا بكسر البيض وبسيبه مفيش اي مشكلة. اكسري عليه بيضة او بيضتين وسيبيه لتاني يوم، وهقولك هتعملي ازاي. بس الاول اتبل البانيه بالبصل والخلطة، بحيث كل قطعة بانيه تشرب من التتبيلة بتاعة البصل. هبتدي اكسر على كيلو الفراخ، انا بكسر عليه بيضتين كبار. لو انتي البيض عندك صغير ممكن تحطي 3، او على حسب ما تشوفي هو ايه يعني محتاج تاني ولا لا. وهبتدي بقى اتبل او يعني هقلب البانيه بالبصل بالبيض، هقلب الخلطة دي كلها، تمام، كلها كده مع بعضها. مفيش اي مشكله. عايزه اقولك ان انتي تقدري تتبليه كده وتشيليه في الفريزر، يعني يوم 2 3 مفيش مشكله. تقدري تسيبيه بالتتبيله دي برضو يوم 2 3 في التلاجة، وتسحبي منه على البقسماط بقى والتحمير على طول. تمام، يبقى انا عملت البصل وكسرت عليه البيض على طول وركنته في التلاجة ليلة. هنا هبتدي بقى اعمل خلطة البقسماط. ده البقسماط اللي هو الكريسبي اللي بيبقى خشن، بس انا مدياله طحنة كده في الكبة، هوريكم شكله دلوقتي. بصوا، اللي هو الخشن ده، الكريسبي الخشن ده، بيتجاب من عند العطار. انت بتقولي له عايزه الكريسبي بتاع كنتاكي او البقسماط الخشن بتاع كنتاكي. هي تتبيله الكريسبي بتاعت كنتاكي اهي. بصوا، ده بيبقى شكلها بتبقى خشنه شويه، بتبقى ناشفه قوي. يعني انا بفضل ان انت تطحنيها شويه، هتديكي قرمشه وفي نفس الوقت مش هتبقى بتفرقع قوي تحت اسنانك وانت بتاكليها. يعني بصوا، تكسيره كده بسيطه في الكبه. تمام، وهحط عليها حبة بقسماط، طبعا على حسب الكمية اللي انت بتستخدميها او اللي هتتبليها وتحمريها. حبة بقسماط عادي، واحط عليها كيس من اكياس الفيجيتار، ده الفيجيتار الحار. لو انت ما عندكيش اكياس الفيجيتار الحار، تقدري تبدلي الكيس ده بشوية نشا، معاهم حبة ملح وفلفل اسود وتوم بودرة وبابريكا. عايز ترفعي كل البهارات مفيش اي مشكلة، بس احنا بنبهر البقسماط ده عشان لما تيجي تاكلي تحسي ان كمان طبقة البقسماط اللي من بره ليها طعم. تمام تمام. يبقى احنا جهزنا البقسماط وجهزنا البانيه في التتبيله بتاعته. مفيش بقى ولا دقيق ولا بيض ولا كل القصه دي، انسيها خالص خالص. مفيش اي دقيق خالص، احنا حطيناه في التتبيله. هبتدي اخد بقى من البانيه، من شرايح البانيه دي اهي. خلاص، هي فيها البيض بتاعها بقى، احنا مش هنحط في بيض تاني. تمام، هبتدي بقى احطها في البقسماط عادي جدا، خلطه البقسماط عادي جدا، وهضغط عليها كويس قوي. طبعا انا هغطي الشريحه بتاعه البانيه كويس جدا بالبقسماط، وبديها ضغطه. يعني انا وانا بتبلها كده تحسوا ايدي بتضغط ضغطه كده جوه الطبق. تمام، هضغط الضغطه دي وهطلع على الصينيه اهو. تمام. كل الشرايح اللي هعملها هتبقى بنفس الطريقه. يعني انا هاخد من البانيه اللي محطوط في البيض والبصل والتتبيله بتاعته عادي جدا. تمام، وهبتدي اسحب على البقسماط، هتبل بالبقسماط كويس جدا، هديله ضغطه كده محترمه وانا بتبله، وهبتدي هفرده على صينيه كده لغايه لما ابتدي احمر. في البانيه مفيش مشكله، اعملي الكميه كلها. تمام، واشتغلي فيها. طبعا انا في البانيه لما باجي اشتغل في البانيه انا بفضل انه انا يعني اعمل طازه على التحمير. ما بحبش ان انا اعمله بالبقسماط واشيله في الفريزر، لا، خلي خطوه البقسماط دي طازه على التحمير. طبعا جبت هنا حله فيها زيت، تمام، زيت يعني نوعا ما يبقى غزير يغطي البانيه معاكي. هبتدي انزل في الزيت. زيت طبعا لازم يبقى سخن، ما تنزليش ابدا بالبانيه في زيت بارد. الزيت بتاع البانيه لازم يبقى سخن، نوعا ما غزير طبعا. تمام. طبعا انا من الناس اللي بتحمر في حله يا جماعه عشان احافظ شويه على النظافه. طبعا التحمير في حله الطرطشه بتاعه الدهون والزيت بتهدى، بتبقى هاديه شويه. البانيه بينزل على زيت سخن، نار متوسطة. طبعا هو اساسا سمك البانيه مش كتير يعني عشان ناخد وقت في التحمير ولا حاجة، غير الكوردن بلو وكلام من ده، او الفراخ الكنتاكي. تمام. بصوا بقى شكل قطعة البانيه، طالعة لونها ذهبي وتحفة، والقشرة متماسكة. شايفين شكلها كمان؟ انا عايزة اقول لكم الكاميرا كمان ظالمة التصوير. هقطع لكم دلوقتي اوريكم بقى شكل البانيه. طبعا هنخلص الكمية كلها كده بنفس الطريقة. تمام اهو، شايفين بقى شكله؟ هنقطع بقى البانيه من جوه، عايزه اقولك مستوي والقشره لازقه. هتقعد القشره دي لازقه لغايه اخر قطعه بانيه. سخن بقى، برد، قعد، عمرها ما هتفك منك ابدا ابدا ابدا. جربوا الطريقه دي وقولوا لي بقى ايه الاخبار. تقدري تعملي نفس الطريقه دي مع البفتيك من غير دقيق خالص. تمام، وجربوا بقى وقولوا لي الدنيا وايه الاخبار. جربوا كمان خلطه البصل والليمون، القصه دي طعمها حلو قوي وفيها مزازه كده وطعمها بجد تحفه. سندوتشات بقى يعني للولاد بقى، وجبات. بصوا، عيشوا وانطلقوا بالخلطة دي، تحفة جدا بجد.
ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اللايك يا جماعه هو اللي بيرفع الفيديو. اشوفكم بقى الفيديو الجاي. باي.